صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين. ازيكم يا حبايبي؟ اخباركم ايه؟ طبعا يا بنات الفيديو النهارده مختلف تماما عشان مش انا اللي بعمله. ده ابو بسمله. كان حاسس ان الجو حر كده وكان عندنا ضيوف في البيت، وهو بصراحه كل الواجب واهل الكرم كله متوفر فيك يا اشرف. قام بقى يعمل لنا كوكتيل جميل زي ما انتم شايفين كده. طلع عندنا دي المانجا اللي انا مفرزاها. طبعا على فكره البسمله اللي بتصور وباباها اللي واقف في المطبخ، انا ما شفتش الفيديو الا متسجل الا موجود على التليفون. فقلنا بقى نسجله عشان نوريكم مواهب ابو بسبوسه. ويا ريت تشجعوا باحلى لايك، لانه بصراحه عمل لنا اطباق من الكوكتيل تحفه، او سلطه فواكه جميله جدا جدا ما شاء الله اللهم بارك. احنا في اليوم ده كان عندنا ماما وبابا، وكانوا جايبين لنا بقى الموسم والحاجات دي، وانتوا عارفين يعني دايما بيكون في فواكه كتير. وكنت انا برضو كان يومها كنت انا متسوقه وجايبه، فما شاء الله كان البيت مليان خير يعني. فاشرف قال بقى نعمل لنا ايه شويه واجب يعني. فقولوا لي رأيكم في الكومنتات، وفي طريقة تقطيع الفواكه لأشرف، وفي طريقة التقديم، وفي طريقة تزيين الأطباق. يعني عايزة أشوف رأيكم في كل حاجة. هو دايما بيقول فيديوهات وما شاء الله عليها بتجيب لايكات كتير وبتعدي. فنشدوا حيلكم معاه شوية وهمتكم كده يا صبايا كده، وقوموا كده وتشجعوا وحطوا أحلى لايك لأبو بسبوسة، لأنه بجد تعب في الفيديو ده معانا. هو بسملة أنا فوجئت بيه زيكم بجد. أنا قاعدة برا بص سمعت صوت الخلاط، فقلت برضه ممكن يكون بيعمل عصير عادي يعني، لأن هو ما شاء الله بيحب يعمل الحاجات دي. ربنا يحسن ما بين ايديك يا اشرف يا رب، وما نتحرمش من وجودك في حياتنا، اللهم امين، ويخليه لنا قولوا امين. ويا رب اللي ليها جوز حنين كده وكويس معاها واولادها ما تتحرمش منه ابدا، واللي جوزها تعبها شويه يهديهولها رب العالمين يا رب، حق الايام المفترجه. هنا جاب مشمش وخوخ وبرقوق، وعلى ما اتذكر كان فيه تفاح. ايوه كان فيه. هو ما شاء الله كان فيه فواكه كتير في اليوم ده. ايوه خوخ ومشمش وبرقوق وفيه تفاح والعنب والموز. والله العظيم احلى طبق فواكه كلته من ايدك يا اشرف. تسلم ايدك يا رب، وما تحرمش منك ومن عيونك، ويخليك لينا اللهم امين، وديمه نعمه في حياتنا يا رب. المهم انا سرحت يا بنات. المهم اللي وصل معايا لعند هنا حط اللايك. حط اللايك يا احلى اخوات في الدنيا، ما تحرمش منكم ابدا، ويدومكم نعمه في حياتي يا رب. وهنا يا بنات زي ما انتم شايفين اشرف جاب البولات بتاعتنا، اول هيحط فيها، وما شاء الله بينزل بقى بالفواكه. ما شاء الله والله الفواكه تتاكل لوحدها كده 10/10. عملت بقى على قدنا يعني كلنا. طبعا ده تصوير بسمله يا بنات، فلو في اي تعديل في التصوير قولوا لي ايه رايكم في تصوير بسبوس. ايوه شيف يا جماعه بينظم الحاجه، واخدين بالكم؟ المهم هو حط الفواكه كلها في الاطباق زي ما انتوا واخدين بالكم كده، وعمل لنا عصير مانجا فريش جميل جدا جدا جدا. شايفين تقيل وقوامه حلو جدا، لان العصاير بتاعه الكوكتيل لازم تكون تقيله كده. ما شاء الله اللهم بارك. ولم يكتفي اشرف بهذا القدر، ولكنه اخترع اختراع جديد وعمل لنا عصير جوافه كمان. طبعا انا باجي في موسم الجوافه بفرز جوافه كتير، وفي موسم المانجا نفس النظام، بنعمل حساب ان الصيف داخل علينا يعني، والصيف بيحب الحاجات دي. طبعا المانجا دلوقتي لسه ما طلعتش، او طلعت بس بصراحه مش حلوه، ما حدش يجيبها دلوقتي والله يا بنات، مش حلوه اول في الفتره دي. لكن المانجا دي متفرزه من ايام من موسم المانجا. كنت انا فرزتها وعملتها فيديو معاكم. واللي لسه اول مره اتمنى لسه اول مره تخش القناه وتتفرج على فيديوهاتي، تاخد لها جوله كده في الفيديوهات وتلف في القناه شويه. بجد القناه هتعجبها، محتوى جميل، في روتينات حلوه، وفي قعدات حلوه مع العيله، وفي حاجات حلوه مضحكه، وفي اكلات حلوه ووصفات حلوه وحاجات حلوه، باذن الله هتعجبكم. اتمنى تحطوا اللايك يا احلى اخوات. هنا اشرف عمل عصير جوافه بموز، عشان الرغاوي دي رغاوي الموز. بس والله كان تحفه يا بنات، كان ما شاء الله اللهم بارك يا رب. ميكس خطير كده بين الطعم الحلو كده. لا كان تحفة. هو انا العصير اللي فوق ده اللي هو الموز بالجوافة ده كان تحفة تحفة تحفة. شايفين الالوان بقى؟ ال- الاصفر المانجا مع الابيض، جميل.
والطعم كان تحفه، وكان طبعا احلى حاجه انه ساقع في الجو الحار بتاعنا ده. فاتمنى يا احلى اخوات تحطوا لي احلى كومنت من عندكم، وتقولوا لي رايكم في كوكتيل اشرف الجميل. وطبعا احلى حاجه على فكره في الدنيا ان ممكن جوزك يكون بيخش معاك المطبخ، دي نعمه من نعم ربنا علينا. هو مش بيخش المطبخ قوي يعني، لما بقى له مزاج بيعمل حاجات حلوه بس، لكن عشان يخش يساعدني في حاجه مستحيل. شايفين الجمال والالوانات تحت كده في اطباق كده، العنب ظاهر كده مع الفواكه المتقطعه تحت كده، والعصير عليه جميل جميل جميل. ما شاء الله، اللهم بارك يا رب، الف هنا وشفا يا رب لكل اللي هياكل منه. فعلا تحفه والله العظيم، وتسلم ايدك يا اشرف، يا رب يخليك لينا ويديمك نعمه في حياتنا، اللهم امين يا رب. قولوا امين يا بنات. ويا رب ما تحرم حد من اللي ليه ابدا، ويخلي لنا جوازنا ويخلي لنا عيالنا ويخلي لنا بيوتنا، وما تحرمش منهم ابدا، اللهم امين. جميل فعلا والله بجد. يعني انا عن نفسي وانا بسجل دلوقتي اشتهيت ان انا اخد طبق منه دلوقتي. بس يلا احنا كلنا بألف هنا وشفا. فقولوا لي رايكم في الكومنتات، واتمنى ان الفيديو يعجبكم باذن الله. وما تنسونيش باحلى لايك يا احلى اخوات في الدنيا. اشوف وشكم على خير، يا رب، مع السلامه.